السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بالإخوة الكرام، مرحبا بكم في قناتكم مروان هيستوري. اليوم جبت لكم واحد الموضوع آخر حتى هو مهم. قال لك اسيدي علاش شيخ الزاوية يمشي يتبحر مع راسو يدور فيما بغا، وعلاش يمشي يتسارى العالم؟ لا لحقاش هذا الشيخ هو المكان ديالو هو العبادة والتنسك، ويبقى في الزاوية ديالو ويتسنى تما الأتباع ديالو المريدين يجيو عنده، ويلبس اللباس يكون مرقع. هادشي اللي تيصحابو من الشيخ وهادشي اللي تيقولوا. اجي تعرف الحقيقة ديال الشيخ الزاوية الكركارية أو فوزي الكركاري. شيخ الزاوية الكركارية تيقولوا عليه الناس بأنه تيمشي يتبحر، وأجمل الجزيرات في العالم وخاصة جزيرة بالي اللي كاينة في أندونيسيا. على هذاك الشيء حرام، من حق الشيخ يتبحر، مالو أشنو كيدير؟ ثم أيضا تيقولوا بأن هذا الشيخ عنده واحد الطريقة مختلفة وتيلبس واحد اللباس فيه بزاف ديال الألوان مشعشعة وكمل من الراس. ايوا هادشي اللي كاين. اذا اللي بتعرف الحقيقه ديال شيخ الزاويه الكركاريه او الفوزي الكركاري او التكركاريت، اجي نناقشوا الموضوع من البدايه حتى النهايه. فوزي الكركاري تنتمي لاقليم الناظور في منطقه الريف. غيقرا في المدرسه بحال الاخوان عادي، غيقرا الابتدائي تما، ثم غيقرا الاعدادي، ومن بعد غيتحول يقرا الليسي في تازا، لكن ما غياخذش الباك. من بعد غادي يمشي ينتقل في المناطق ديال المغرب، وغادي يلبس واحد القشابه وغيبقى يدور في العالم ويجول باب الله في الارض. هنا غدوز واحد الفتره وغيعيط ليه العم ديالو اللي كان هو المؤسس ديال الزاويه الشاذليه القادريه في المنطقه ديال العروي. غيعيط ليه، غيقول لي اجي تاخذ واحد التركه ديال الورث ولا هكا، لكن العم ديالو غيتوفى. من بعد غادي يشوفوا الاتباع تما ديال العم ديالو والجيران والاصدقاء، يقولوا غنعينوا هذا الرجل المناسب، هو ابن ديال العم ديالو، هو فوزي الكركاري. علاش؟ لانه تيجول في المناطق كثيره، فغادي يعينوه غيولي هو شيخ الزاويه الشاذليه القادريه، لكن غيغير الاسم ديالو وغيسميها الزاويه الكركاريه نسبه الى الكنيه ديالو. هكا بدا تيجمع الاتباع ديالو، غيسميهم الفقراء، غيسميو راسهم الفقراء، وغيلبس واحد اللباس اسيدي اللي ما تيدخلش للراس، اللباس مرقع فيه بزاف ديال الالوان. راه الخبر في راسكم. فوزي الكركاري كانت عنده واحد الطريقه ديال التصوف ديالو، تيقول بان الطريقه ديالو في التصوف هي المشاهده. ان لم تشاهدني فلست انا بشيخك ولا بمريدي. فهذه الطريقه هي اللي كان تستعمل فوزي الكركاري، لان كان تيدير الحضره والطقوس ديالو في واحد المكان السوق، وهنا كان تيدير دوك الحضره ديالو وديك الاجتماعات ديالو، وتيقول بان الحضره فيها تنشوفوا الروح الالهيه وتشوفوا النبي. حسب الطريقه ديالو خاص ضروري تشاهد، يا اما تشاهد داكشي مباشره او لا يكون قلبك معاهم. واسيدي تشهر في مجموع المناطق ديال المغرب، ولو تيجي عنده وفود واتباع من مختلف المناطق، ولو تيتبعوا الطريقه الكركاريه ديالو الطريقه الصوفيه ديالو، وتشهر في المغرب واخا ما عندوش الباك. ولي هذه ما غتدخلش لك لراسك، هو ان غتعيط ليه جامعه امريكيه كبيره. وتا كيفاش جامعه امريكيه غتعيط لفوزي الكركاري باش يدير لها محاضره؟ فاش محاضره في الاي اي او الذكاء الاصطناعي. هي الجامعه ديال شيكاغو اللي غتعيط ليه باش يدير لها هذه المحاضره. تيقولوا الناس في المواقع تيقولوا بان الجامعه طاحت في واحد الفخ او طاحت ضحيه الاتباع ديالو اللي روجوا ليه هذه الطريقه الصوفيه وانه شي حاجه كبيره. والمفاجاه الكبيره غتولي عنده سمعه كبيره في العالم، وغيولي يدير جولات كبيره في العالم ويتبحر سيدي مع راسو ويدور مع راسو ويعوم وياكل المأكولات الغريبه والعجيبه اللي ما تتصورهاش انت. لكن فوزي الكركاري تيصرح براسو، تيقول ان الطريقه ديالنا الصوفيه هو نقدموا المساعدات الخيريه للناس ونحيوا الروح الانسانيه، لكن غيوقع في واحد الاشاعات، لكن غيوقع في واحد الانتقادات وبزاف ديال الحوايج. هنا فاش غيوقع ليه؟ غيجيو بعض الناس شي غيقول بانه تيقول انه المهدي المنتظر، ولكن الفوزي الكركاري غيخرج وغيصرح بان المهدي المنتظر حاشا لله نكون، وانما المهدي المنتظر غيظهر في المشرق العربي. شي كيقول وتيتهموا بانه دجال وساحر وكاهن، ولكن غيجاوبهم فوزي الكركاري وعطاهم اللاصق. وهكا وصلنا لنهايه الحلقه مع الزاويه الكركاريه. وحاليا راه المشروع ديالو مستمر ونجح بزاف، ولكن الحاجه اللي ما بانش لي انا في هذه الزاويه هو ان ما دارش شي اعمال اللي كتبان ولا شي انجازات اللي كتبقى خالده وتنشوفوها، وانما ما جابش شي اضافه جديده ولا شي حاجه. فالمشروع ديالو باقي مستمر والاتباع ديالو تيتكاثروا جميع نواحي العالم. اذا هذا الشيء اللي كاين. اشنو بان لي؟